انت رافض تتحمل المسؤوليه. معظم الناس اشتكت ان التسارع بتاعه تقيل. انا بغير في الشتاء على 5000 4.5. ناس قليله قوي في مصر اللي عارفه توقيت اشتري امتى ولا ما اشتريش امتى. ازيكم يا شباب، معاكم سميدة في حلقه جديده من على المكنه. حلقه النهارده سيريس كده، يا رب تعجبكم. هي اسئله واجوبه، اسئله لاصدقاء على المكنه الاعزاء بيسالوها واحنا هنجاوبها. حلقه النهارده هنجاوب فيها عن 3 اسئله. السؤال الاول والاهم، اشتري دلوقتي ولا ما اشتريش؟ طيب بصوا يا جماعه، الموضوع ده في الموتوسيكلات، في العربيات، في العقارات، في كل حاجه. انا عندي بس اعتراض على مبدا اشتري دلوقتي ولا ما اشتريش، ان انت تساله لشخص وتاخد قرار بناء على اجابه الشخص عشان انت رافض تتحمل المسؤوليه. يعني ايه؟ انا النهارده كسميدة انت دخلت سالتني اشتري دلوقتي ولا ما اشتريش، فانا قلت لك لا اشتري، ده الحاجه هتغلى، فانت خدت قرار بناء على كلمتي واشتريت، وفجاه بعد 3 شهور فوجئت ان الحاجه نزلت النص. طبعا ده ما بيحصلش في مصر، بس خلينا نتخيل الحاجه نزلت النص. هتيجي تضرب سميدة؟ هتيجي تتخانق مع سميدة؟ ما هو ده مش هيحصل. انت هنا عايز حد تعلق عليه شماعه قرارك. طبيعي ان انت تدور على معلومه، تدور على حاجه، بس في الاول وفي الاخر لازم انت تتحمل مسؤوليه. ناس قليله قوي في مصر اللي عارفه توقيت اشتري امتى ولا ما اشتريش امتى. الناس دي اللي هم صناع القرار، اللي عندهم علم بصفقات هتحصل، زي مثلا موضوع صفقه راس الحكمه اللي حصل ده. الموضوع ده هبط شويه الدولار وثبته شويه، والى حد ما برجل السوق السوداء. لكن صناع القرار اللي عارفين، وحتى صناع القرار نفسهم لو كانوا عارفين ان صفقه راس الحكمه هتحصل وفجاه لاي سبب ما الصفقه فشلت، فالفلوس ما جاتش، فالدنيا ضربت تاني، فما فيش حد عنده بنسبه 100% المعلومه. هي الموضوع استنتاجات وتقريبات، لكن في الاول وفي الاخر هو المفروض يبقى قرارك. طيب ده رقم 1. رقم 2، عامل التوقيت مهم. يعني ايه؟ انا النهارده عايز اشتري موتوسيكل بس خايف ان الاسعار تنزل. طيب هستنى 3 شهور 6 شهور، هل ال6 شهور دول انا كنت هاكل بيهم عيش بالموتوسيكل ده؟ هروح بيه مشاويري، جامعه، شغل، فهوفر فلوس مواصلات. التعب ده والمجهود ده بفلوس، فانت المفروض توزنها. انا هستنى 6 شهور عشان الموتوسيكل سعره هينزل، بس في ال6 شهور دول انا هصرف مواصلات كذا، او انا كنت هكسب من ورا الموتوسيكل كذا. فانت بتوازن ده مع ده. خلاصه الكلام، اشتري دلوقتي ولا ما اشتريش هو قرارك انت، عقلك انت، انما ما تسمعش لحد وتاخد قرار بناء على كلامه هو. انت بتوزن الموضوع وتاخد ادله من سميدة، ادله من فلان، ادله من علان، تقرا خبر هنا تقرا خبر هنا، في الاول في الاخر قرارك. انما ترمي المسؤوليه على سميدة ولا على فلان ولا علان قال اشتري ولا ما اشتريش، وتقول الله يخرب بيتك يا فلان انت اللي قلت اشتري، والله يخرب بيتك يا علان انت قلت اشتريش، ده مش صح، ده غلط. ده اول سؤال. تاني سؤال معانا النهارده، واحد من اصدقاء المكنه الاعزاء بيسال الجي 1 الزونتوس ولا تي ان تي 250. والله اللي انا هجاوبه ده يعني مش عايزين نعتبرها اجابه مجروحه عشان انا جبت تي ان تي، بس ده المنطقي بالنسبه لي. الجي 1 سمعت ان هو ب 110 120 دلوقتي، والتي ان تي سمعت لو موجوده بتتكلم في 130 140. حلو قوي. طيب الجي 1 اللي انا شايفه من وجهه نظري الشخصيه الزونتوس انها خاماتها احسن من التي ان تي، مش بنسبه شاسعه، يعني مش بنسبه 60 70%، ممكن تكون خاماتها احسن بنسبه 20 30%. بس عندي مشكله، الموتوسيكل 150 سي سي والموتوسيكل تقيل. معظم الناس اشتكت ان التسارع بتاعه تقيل. انا ما جربتوش عشان ما اكذبش عليكم، بس الكومنتات اللي دايما بشوفها ان التسارع بتاعه تقيل، بطيء، وده طبيعي. الموتوسيكل 150 سي سي والموتوسيكل ما شاء الله تقيل وخاماته تقيله، فطبيعي ان هو يبقى بطيء. التوب سبيد برضو الناس اشتكت 110 115 120 وبيجيبهم فين وفين، فالناس بتجيبه منبهره بالمنظر، بس كالعاده الشباب يعني بيبقى عايز يجري، فبيصعق من حته التوب سبيد وبيصعق من حته التسارع. فدايما تلاقي حتى الجي 1 بيتباع منه كتير كسر زيرو. ليه؟ جابه الموتوسيكل حلو وكل حاجه، بس التسارع مش حلو، فالناس بتطفش منه عشان كده. دي اول مشكله. تاني مشكله، انا بحته قيمه مقابل سعر. انا ايه اللي يدفعني 110 120 في 150 سي سي؟ ما ازود 10 20 الف جنيه واركب 250 سي سي يجيب لي 130 140. الفرق مش واو، 130 140 مش فرق كتير من 110 120، بس انا بفهمك في حته القيمه مقابل السعر، ده المرجع الشخصي بتاعي. رقم 3، الزونتوس اقل انتشارا من التي ان تي، فقطع غياره اقل واغلى. التي ان تي قطع غياره منتشره وموجود من 2016 الشكل القديم اللي هو فيه قطع غيار كتيره مشتركه ما بينه وما بين الشكل الجديد. ففي النهايه انا افضل التي ان تي. ليه؟ سي سي اعلى، قطع غيار منتشره اكتر وارخص، وفي نفس الوقت يوم ما حبيت اجري
اجري يعني واجيب ال 120 130 الموتوسيكل هيجيب معايا، مش هيبقى مخنوق في حته ال 110 115 120 والاكسلريشن بتاعه بطيء. يا رب تكون وجهه نظري وصلتكم. ثالث سؤال معانا النهارده موضوع تغيير الزيت، اغير الزيت امتى؟ طيب الموضوع ده انا قتلت فيه بحثا، وبصراحه اللي ساعدني العلامه احمد الجوهري. احمد الجوهري واحد من بايكرز ادمن كافيه، والراجل ده شغال في مجال الزيوت بقاله زمن، والراجل ده ما شاء الله عليه الله اكبر، يعني انا اتعلمت منه حاجات كتير جدا. فموضوع الزيت ده الكونكلوجن اللي انا وصلت له بخبرتي وبالقرايه وبارشادات احمد كالتالي: لو موتوسيكل ياباني بتحط له المواصفه المطلوبه، موتل مثلا 700 10 40 20 50، انا بغير في الشتاء على 5000 4.5، في الصيف بنزل ل 4000 كيلو. ده بالنسبه للموتوسيكل الياباني لو تبريد ميه وبيركب له فلتر زيت. نيجي مثلا للموتوسيكل البنيلي اللي انا راكبه، انا لسه طبعا الموتوسيكل ما كملش معايا 10000، بس يعني انا مقرر كده ان في الشتاء 2500 من 2000 ل 2500، وهنزل تحت ال 2000 في الصيف، 2000 1800 في الصيف. ليه؟ الموتوسيكل تبريد ميه والموتوسيكل فيه زيت. طيب هنيجي للموتوسيكلات الصيني مثلا زي البنيلي الفي ال اكس اللي هي التريلا. الموتوسيكل ده ما فيهوش راداتير، ما فيهوش مروحه، ما فيهوش تبريد ميه، وما فيهوش فلتر. فالموتوسيكل ده لو هحط له زيت ياباني مثلا زي الموتل ولا ريبسول ولا اولف ولا البراندات دي كلها، في الشتاء ماكسيمم 2000، في الصيف ماكسيمم 1500. ليه؟ لان هو تبريد هواء، ما فيهوش راداتير، فده بيصعب وبيأسس ظروف على الزيت جوه الموتور. ثانيا ما فيهوش الموتوسيكل نفسه ما فيهوش فلتر زيت، فاخري في الصيف 1500 وفي الشتاء 2000. يا رب ما نكونش طولنا عليكم، ونشوفكم الحلقه الجايه على المكنه.